مرة جاهزة وحاضرة. تفضل، حبيت تزيد حاجة؟ نعم، حبيت نقول وأني الشيء اللي فاجأني بعد غيبة 3 سنين متعودة كيف ندخل من المطار نلقى على اليمين وعلى اليسار الإعلانات الإشهارية. المرة هذه لقيت الورود مالية الطريق الكل، وهذا شيء يفرح كل قلب، مش فقط قلب تونسي، كل قلب سائح يحب يدخل تونس وياخذ عليها نظرة كلها معطرة بالزهور. شكرا وتحية لزينة، ومباشرة إلى الروبورتاج. 5 سنين يا ربي وانا من طبيب لطبيب. خليك مؤمنة بالله يا نوال، احنا نداويه ونبقي على ربي. انا من العام الاول عرفت نفسي اللي انا ما نجيبش اولاد، لكن انت كل يوم تقولي كلمه توجعني. انت اللي عملت لي المركب يا سيد. سيد شنو؟ ما تعرف اسمي؟ حتى وتاكدت لي انا ما نولدش، تهنيتش. لكن انا شنو ذنبي؟ شيء طبيعي باش نجيب الصغار. رجعني للدار. ليش بديت تمثيل؟ انت بديت تمثيل قبل الغناء؟ بدايتي كانت مع التمثيل، واول مره حطيت ساقي في المسرح البلدي كان عمري 14 سنه. كنت تلميذه في مدرسه نهج الباشا، وطبعا نهج الباشا نخرج منها على السوق. في السوق كانت فرقه هواة، كانت عده فرق هواة بما فيهم فرقه عم المنجي بن عيش الله يرحمه. كنت نجي نقعد نتفرج، وبعدين خذيت الاذن من امي وجات قدمتني لسي المنجي وقالت له والله يا ريت. كنت بدايتي كنت مع اختي، معايا اختي، وقالت لي نحبك تتلهى بيهم والبنات يحبوا تمثيل. هو اللي غرمك بالتمثيل؟ انا مغرومه من عند ربي، لكن هو اللي اعطاني المجال وشجعني يعني. وكانت اول مسرحيه بدينا بها اسمها خطبه من لموذة، وكانت أول مرة في حياتي نحط ساقي على المسرح البلدي اللي هو رمز من أكبر رموز اللي نعتز بها في تونس العزيزة. صعب علي دمعتك يا عين يا عين يا عين يا عين، وصعب علي الهجر من المحبوب أول ظهور ليك على ركح قرطاج كان أيضا من خلال المسرح. نعم، كان من خلال مسرحية سندباد بالاشتراك مع فرقة صفاقس وإخراج الأستاذ منصف السويسي. وعودتك بعد رحلة الخليج كانت أيضا في قرطاج. نعم، كانت معي فرقة من مصريين كلهم، من 21 نفر تقريبا. وباش نقول لك حكايه صغيره يعني، كان ساعتها جبت معايا المطرب صفوان بهلوان. كان مفاجاه لنا الكل. نعم، وانا زاده كان مفاجاه ليا. يا قول لي رايح على فين، يا قول لي وسافرت منين، يا قول لي يا قول لي. قربت غريب وبعدت غريب. الدفعه اللي لقيتها والتشجيع اعطاني قوه واني نواصل في المجال. فعملت اغنيه احبابي كلمات والحان، وعملت اغنيه كل الغرايب هانت والكلمات كانت المحنوش، وعملت الله عليك شهيد اللي هي تقريبا اخر شيء قدمته للجمهور قبل ما نسافر. واعتقد انها كانت خذت صدى طيب، حتى مش في تونس فقط، لاني الاغنيه ذي كنت نغنيها دائما في البلدان العربيه اللي نزورها، ويعني مطلوبه والحمد لله. الله 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 عليك شهيد، الله عليك شهيد اللي نوي تغدر بيا. الله 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 عليك شهيد، الله عليك شهيد يلي نوي تغدر بيا. ما ندمتش انك غبت على تونس برشا مرات؟
في الغياب كان مصلحة ليا، يعني أني عملت شهد وقلب باش عملت عمل ممتاز ويا ربي يرضى عليه الجمهور التونسي. إنما الوحش اللي قعد لي على تونس هذا شيء ما يحسش به وما يعرفوش إلا اللي يخرج من تونس ويحس قيمتها ويعرف ما معنى تونس يعني. صعب عليا دمعتك يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، صعب عليا الهجر من المحبوب من المحبوب من المحبوب. حترجع وتقرب لو حياتك يا عينيا مسيرك ترجع ليا، وحياتك يا عينيا مسيرك ترجع ليا، يا عيني عليا يا عيني عليا. وبعدت وقلت انك مرتاح مرتاح، وعين على كيفك كده سواح سواح. بتحاول وبتعند، بتسافر وبتبعد، وتقول انك ناسي وانت بتقاسي. بتسافر وبتبعد، تقول انك ناسي وانت بتقاسي. لو حياتك يا عينيا مسيرك ترجع ليا، وحياتك يا عينيا مسيرك ترجع ليا، يا عيني عليا يا عيني عليك. مرتاح، سواح. وبعدت وقلت انك مرتاح طاير على كيفك كده سواح. لا حياتك يا عينيا مسيرك ترجع ليا، وحياتك يا عينيا مسيرك ترجع ليا، يا عيني عليا يا عيني عليك. زينة
كلمتك الأخيرة للجمهور التونسي قبل ما تغادر السهرية وتغادر تونس طبعا عائدة إن شاء الله بسلامة إلى الإمارات. شكرا أستاذ نجيب، ونحب نقول لكم الكل راهو دائما في قلبي، سواء كنت في تونس ولا في أي مكان في العالم. تونس عندي أعز من العالم وما خلق فيه ربي، ونحب الجمهور التونسي ونحبكم جميعا، ويا رب إن شاء الله ديما نشوفكم بالخير. شكرا لك زينة، يعطيك الصحة. إلى المسابقة الأخيرة هذا المساء. المسابقة الأخيرة نتعرف على زوج متسابقين.